أنا عملت بحث على النايل سات، واللي شفته بصراحة خلاني أقول هو إيه اللي بيحصل هنا. لقيت عدد كبير جدا من القنوات بير السلم بقت منتشرة بشكل كبير. تلاقي قنوات تظهر فجأة، تشتغل فترة، وبعدها تختفي أو تقفل. والأغرب إن في قنوات بير سلم بتجيب إعلانات أكتر ما بتجيب فيلم أو مسلسل. تلاقي إعلان الحاج أحمد العطار وزيت 108 عشبة وإعلانات تانية كتير، لدرجة إنك تقول أنا بتفرج على قناة ولا بتفرج على فاصل إعلاني طويل. ومن القنوات والباقات اللي ممكن تقابلك تلاقي باقة شبابيك، وباقة العروسة، وباقة العتاولة، وباقة وسط البلد، وباقات غيرهم كتير من نفس الموال. وتقعد تقول هو أنا فتحت التلفزيون علشان نتفرج على القنوات ولا علشان نشوف الإعلانات؟ والجودة كمان حكاية لوحدها. ساعات تحس إنك بتتفرج على يوتيوب بجودة 144، بس حتى 144 أرحم من الصورة اللي قدامك. لكن خليني أوضح حاجة، مش كل قناة صغيرة أو جديدة تبقى قناة بيرسلم. أنا بتكلم عن القنوات اللي بتظهر بشكل غير مستقر وجودتها ضعيفة وممكن تختفي في أي وقت. ولو أنت زهقت من قنوات بير السلم دي، ممكن تدور على أقمار تانية زي عرب سات وياه سات. ولو بتحب محتوى الكورة ممكن تلاقي عليهم قنوات رياضية متاحة مجانا حسب القمر وبلدك. ولو الأقمار دي مش موجودة عندكم، ممكن تركبوا القمر اللي يناسبكم وتستمتعوا بأحلى القنوات المتاحة عليه. وسيبكم من قنوات بير السلم والإعلانات اللي أكتر من المحتوى نفسه.